الرجاء البيضاوي. كل التفاصيل عن هذا الفريق في تقرير لعصام الزناوي ووليد الرياحي في هذا المونتاج. تفضلوا. تشوفوها كيف فلوس لبلادك يا اكليتوها بالبران عطيتوها عيني راسي وماتوها. الرجاء البيضاوي المغربي واحد من اشهر الفرق عربيا وقاريا. فريق النسور الخضر بعد تتويج الموسم الفارط بكأس الاتحاد الافريقي يجدد العهد مع النهائيات الافريقيه وفي نفس الوقت يجدد المواجهات مع الترجي الرياضي التونسي، لكن المره هذه في اول مباراه في مسابقه السوبر الافريقي. الرجاء في موسم متقلب نسبيا، محليا يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 31 نقطه منقوص من 3 مباريات. فريق قوي هجوميا، تسجيله ل 38 هدف في الدوري، لكن دفاعيا عنده برشا مشاكل، 24 هدف في 19 مواجهه في البطوله المغربيه. الفريق برصيد بشري محترم، مزيج بين ملاعبيه الشبان وملاعبيه الخبره، ابرزهم المهاجم محسن ياجور وعبد الاله الحفيظ. الرجاء عرف برشا صعوبات في مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية نسخة الموسم الحالي، وانغادر السباق من دوري المجموعات كثالث الترتيب. الفريق إدارة فنية فرنسية يقودها باتريس كارتيرون، مدرب كثر الحديث على مستقبله مع النسور الخضر خاصة بعد العثرة الأخيرة قارية. المدرب هذا يعرف مليح الترجي الرياضي بما أنه سبق له تدريب عدة فرق إفريقية، وحل المغرب بعد تجربة مع الأهلي المصري، وإن كانت نهايته بعد الهزيمة في نهائي رابطة الأبطال ضد فريق باب سود. في نهائي 1998 مواجهة عربية بنكهة إفريقية فاز فيها النجم الساحلي على الرجاء المغربي بضربات الجزاء، اللقب الإفريقي من نصيب فريق جوهرة الساحل. بعد بعامين يجدد العهد مع السوبر الإفريقي، والمرة هذه يظفر باللقب على حساب أفريكا سبور بعد فوزه 2 بليش. اليوم باش يكون على موعد مع نهائي ثالث يرجع له بعد 18 سنة. الرجاء وصل للعالمية وضرب موعد في نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب في 2013 قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، وانحل في المركز الثاني بعد الهزيمة ضد البيير. إنجاز كبير زاد من سمعة الفريق المغربي خلاه يخلد اسمه بأحرف من ذهب في المسابقة العالمية. لقب إفريقي على الأبواب بالنسبة للرجاء، جماهيره الكبيرة تنتظرها الموعد على أمل تحقيق اللقب، وتأكيد أن العثرات السابقة لا تعكس الصورة الإيجابية للرجاء العالم. إذا الرجاء البيضاوي هو منافس الترجي في كأس السوبر الافريقي. رضوان الفارحي، مقابلة كبيرة وقمة مغاربية عربية باش نشاهدوها نهار الجمعة القادم. أكيد عاد لا نقول لي فينال يتربحوا ما يتلعبوش، ميم سي الاسبيرونس ما تلعبش بالكدا، لكن الماتش كيما هذا لازم يتربح ضد فريق اللي عنده تقاليد وعنده اسم كبير في افريقيا. ميم سي زاد كيف ماهوش في احسن حالاته الرجاء في البطوله الوطنيه نتاعهم في كاس افريقيا ما ترشحش، لكن ديما نقولوا الفرق هذه معناتها في لي فينال ال سون كابابل ينجموا تو مومون معناتها بالاكسبيريونس نتاع الملاعبيه نتاعهم سير ماتش تو تي بوسيبل. الترجي الرياضي التونسي يظهر لي حتى ابار معناتها الكاليفيكاسيون كونتر جربه استفاد انه بالحق كانت نقولوا احنا كيما القرصه بالنسبه للاعبين والاطار الفني يلدوا معناتها فير اتونسيون، يعرفوا انه ماتشات كيما هكا وسيرتو فيو لي سيكسيسيون معناتها والريتم والنسق العالي نتاع المقابلات هذوما
يل فير اتونسيون، لازم مقابلات كيما هكا تحضر كيما يلزم. وان شاء الله نتصور الترجي الرياضي التونسي عنده لي زاتو، حتى كي يرجعوا له لي جوار ايترونجي اللي كانوا ما همش موجودين مقابله الكاس تونس، الملاعبيه زاد الدوليين، نتصور لي زاتو كل موجودين لسبيرونس باش ينال اللقب هذا. سيفال المحجوب. عادل ظهر لي المهمه ماهيش تكون سهله، خاطر سمعت سويل قال يمكن لسبيرونس اقوى على الورق من الرجاء. الرجاء نعرفوه جمعيه كبيره، هزت برشا القاب في افريقيا. بون كما قال توا رضوان، نحات من الكاف، نحات من الكوب اراب، في الشامبيونات تروازيام. معناها الشوا الوحيد اللي قعد لها هو السوبر كوب هذا. معناها لازمك تخاف من جمعيه تلعب لك على كوب بركه، فهمتني، وتلعب لك على تيترك اهو. معناها احنا الحمد لله معناها مازال سبيرونس مازال عندها السوبر كوب ومازال عندها الشامبيونا والشامبيونز ليج، لكن ماتش صعيب برشا. يمكن خبره ملاعبيه الترجي في الماتش هذوما هي باش تعمل ديفيرونس ان شاء الله. نرجع للماتش جربه والقرصه اللي قال عليها رضوان توا. راهو برافو اللي اطار فني بالنسبه لي انا، برافو اللي اطار فني كي باش تلقى افكتيف، تلقى ثلاثه في ليكيب ناسيونال، معناها تلقى في الاولمبيك ثلاثه، تلقى البلايلي وتلقى الهوني في ليكيب ناسيونال منا ومنا، تلقى ما عندكش الحق تلعب لا كولي لا كوم. بيان سور تعرف انت ماتشات الكوب لي زيترونجي ما يلعبوش، فهمتني. شعليلي اول ربع ساعه يتضرب، رجيبي مضروب، يعقوبي مضروب، معناها بك الافكتيف هذاك اللي قعد معناها نتاع 10 ولا 11 جوار ويعمل معناها الفيكتوار هذاك اللي نعرفوا احنا الترجي مهما يكون اي ملاعب صغير ولا كبير كي يتحط في التيران ما عادش نحكموا الا حاجه بركه الا الفيكتوار. لكن برافو المعين شعباني، مجدي تراوي، برافو الجروب الكل. ظهر لي انتصار نتاع الكوب هذا باش يخليه ان شاء الله يحل افاق الماتشات الجايه ان شاء الله. واضح. سمير سليمي، مباراه الترجي الرجاء برشا اثاره وبرشا تشويق، حظوظ ممثل كره تونسيه في هذه المواجهه. هو شوف عادل، نتكلموا على النهائي، ولكن انا نرى انه الضغط مش يكون اكثر على الترجي الرياضي، باعتبار انه بطل افريقيا، باعتبار انه متصدر الدوري التونسي، باعتبار انه كل الاراء تقريبا تقول انه الترجي اقوى من الرجاء حاليا. ولكن لما نتكلموا على النهائي يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار عده معطيات. اولا فريق الرجاء مش يمشي يلعب ماتش نتاع كوره في تيران نوتر، في جمهور الترجي وفي جمهور الرجاء كذلك، ويلعب في ماتش نتاع 90 دقيقه تاع نهائي. يعني في الماتش هذاك على الورق صحيح الترجي اقوى وصح وكذا، ولكن تلعب مع فريق اسمه الرجاء، فريق صحيح انه يمر بظروف خايبه نوعا ما شويه، ولكن يلعب بدون ضغوطات، ممكن لو جور جي يعدي ماتش كبير برشا. نقطه اخرى عاد المهمه انه في زوز اسابيع هذوما الترجي مش يفتتح زوز اسابيع بماتش الرجاء اللي مش يحلوا السوبر التونسي من بعد، واللي مش يمشي لهم بعد ماتش قسنطينه، يعني مش يلعب في 10 ايام تقريبا 12 يوم 3 القاب. يعني اذا كان ينجح في الماتش نتاع الرجاء فانه الابواب تتحل بالنسبه للماتش الاخرين. هذاك علاش الترجي عليه ضغوطات كبيره، وعلى الترجي بالخبره نتاعو بالامكانيات تاع الملاعبيه يلقى الطريقه المثلى لاداره هذا اللقاء، لانه في اللقاء هذا ماهوش ترجي مش يجي له الهجوم من الاول، لا، يلعب مع فريق عنده هجوم محترم وسريعين وعنده تقاليد الرجاء وعنده اموره، فالماتش صعيب ماهوش يسهل بالكل. اكيد ماهوش سهل، واعتقد انه الاطار الفني الترجي اعد العده كما يجب لهذه المواجهه الحاسمه، على ذكر مباراه ربع نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا ضد قسنطينه هكا ولا؟ اذا الترجي سيخوض هذه المباراه بدون